بس هو كده بيوصلني لدرجة ان انا خلاص بقيت افكر في الغلط، ان انا هعمل الغلط. اعوذ بالله، ليه بس؟ ايه اللي حصل؟ انا استحملت معاه حاجات كتير قوي، امم. وشلت معاه كل حاجة وحشة، امم. والوحش شلت معاه الوحش قبل الحلو، لان انا ال 17 سنة اللي انا اتجوزت في الفترة اللي احنا كنا مع بعض فيها ما شفتش فيها يوم حلو نهائي. لما اخذت دخلت وقمت قلعت ونمت جنبه، قلت له انا عايزه حقي. قال لي بص في الساعه اللي في ايدك كده، شوف الساعه كام. قلت له الساعه كام؟ يعني الساعه 10. امم. قال لي ماشي، انا عايزه انام، انا عندي شغل. قلت له انا اللي اجي لك وتقول لي كده واجي لك ولما مؤاخذه انام جنبك بالمنظر ده تقول لي عندي شغل؟ من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يعني ايه؟ يعني ناس كتير تقول لك انا معايا قرشين اروح اتزوج واحده اجيبها وهي محطوطه في البيت وخلاص تمام. يعني ايه؟ مش معنى كده ان انت معاك قرشين تروح تشتري واحده والموضوع انفض. الموضوع خطير جدا يا جماعه، والله العظيم. شارك الفيديو وصلي على سيدنا النبي. الموضوع ان انت تكون راجل بمعنى الكلمه، انك تشيل مراتك في عينك زي ما بقول، ما تخليهاش عايزه حاجه. حقوقها الشرعيه رقم واحد، هي في بيت اهلها بتاكل وتشرب تمام. هي محتاجه راجل يحتويها، عايزه حد تتكلم معاه، حقوقها تاخدها تمام. مش هبقى مثلا حد تعبان او كده وراح اتزوج واحده اظلمها واظلم نفسي. فلازم تاخد حقها الشرعي، لازم تنفق عليها، لازم انك تكون قد المسؤوليه. سيدنا النبي قال استوصوا بالنساء خيرا رفقا بالقوارير. ان انا مثلا مش الحكايه مش حكايه ان انا ارميها فلوس وخلاص والموضوع انفض. لا 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 لا، مش كده والله. الواحده بتتزوج عايزه جوزها جنبها، فضفض ليه، فضفض معاه. انت نفسك في ايه؟ ايه اللي تعبك؟ عايزه ايه؟ لازم الحياه الزواج موده ورحمه. ما نظلمش انفسنا ونظلم بنات الناس معانا. تزوج سنه واتنين او اروح اسافر واسيبها. طب هي متزوجه ليه؟ ما كانت في بيت ابوها معززه مكرمه. وخليك فاكر ان اللي سابت بيت اهلها دي سابت اخواتها وسابت امها وسابت ابوها، كل ده عشان خاطرك انت. فرفقا بالقوارير، اتكلم مع زوجتك. ايه اللي تعبك؟ ايه اللي تعبك؟ الحياه جميله. وعشان بعد كده ما نقولش ده راحت اتكلمت، ده راح اتكلم، ده راح خني، ده راح عمل، ده راح سوى، تبقى مشكله كبيره جدا وكارثه. فاما نبقى قريبين من بعض مش هيحصل اي حاجه منها. هنتفاهم مع بعض وهنبقى قريبين مع بعض. انت نفسك في كذا، انا نفسي في كذا، اعملي لي كذا، البسي لي كذا، مفيش مشكله. سبحان الله العظيم. فلازم نخلي بالنا من النقطة دي. حبيت ان انا انبه عليها. صلي على النبي، شارك الفيديو، واستوصوا بالنساء خيرا. ومن استطاع منكم الباءة فليتزوج. مش ان انا اكون معايا فلوس وخلاص والموضوع انفض. لازم تكون راجل بمعنى الكلمة. مع السلامة، وصلي على النبي، شارك الفيديو لعل حد يستفيد.